قلق قلق. يا لهوي على الحلاوه، خطيره. الساعه 2 بالليل دلوقتي، 2 ونص، والدنيا خربانه. الشوربه دي فيلم تاني خالص يا جماعه. صينيه مايوي النهارده بقى يا جماعه. ضربت معايا بالليل ايه وجوه اخر الليل ايه؟ شويه جمبري وكابوريا ما بيهزروش. قطعه اللحم طالعه معايا خطيره اهي. التسويه المستكاوي الخطيره، بص كده خطيره. البطارخ طالعه معايا بقى شويه من الشوربه دي كده على الجمبريه دي، عليها البطارخ دي كده، شويه شوربه كده بالبهاريز. اكل مدمات حلوه جدا جدا. قطعه العربي. اول حاجه هغسل الجمبري الازاز الخطير بتاعي. شويه كابوريا بقى ايه نتي وتحفه. بصوا يا جماعه، بتعرفوا النتي اول حاجه من لونها، الثانيه بتكون زرقاء كده شويه. تاني حاجه المثلث ده هناك بيكون مثلث رفيع كده، الكره بتكون رفيعه من هنا كده، غير ده. غير بقى ان انا بشيل دي اصلا عشان التنظيف تبقى نظيفه فله. بصوا بجد ما شاء الله مبطرخه وخطيره. الديكوره طعمها مر فما تجيبوهاش. انا بشيل المقصات عشان بحب اكلها لوحدها كده قبل ما الباقي يستوي، يعني بديها 3/4 سوا اهو. شيل هغسل بقى الجمبري والكابوريا بميه بس، مش هحط لهم اي اضافات تانية عشان هما بلدي طالعين من البحر عليا، فمش محتاجين اي حاجه غير ميه بس. جهز بقى الخضار بتاعنا اللي هو بصل وفلفل فقط لا غير. فلفل احمر كتير، فلفل اخضر كتير، وبصل. انا ما بحطش اي اضافه تانية في الوصفه دي. ملح وكمون، ويا لهوي على الحلاوه. اي اضافه تانية صدقوني هتضيع لكم الطعم اللي انا عايزه اوصله لكم. اصفي بقى الجمبري والكابوريا. نضرب بقى الخضار في الكبه على ما الكابوريا والجمبري يتصفوا شويه. انا مش هحط غير ملح وكمون، ونفسي تعملوا زيي متحطوش اي بهارات تانية خالص، بس ملح وكمون. تخيلوا بقى انا اللي هو ملكه التوم اللي بتعشق التوم بتقول لكم ما تحطوش توم، فاكيد عندي وجهه نظر. اعملوا زيي وثقوا فيا. بصل، فلفل حامي احمر واخضر وبس، وشويه جمبري وكابوريا ما بيهزروش. بصوا بقى انا فرمت حبه كده في الكبه، والباقي بحطهم صحاح كده، يعني ايه 4/4 كده. بحب الميكس ده كده. هي دي كده احلى خلطه في التاريخ. هشم الريحه من قبل ما اطبخ الاكل. خليتنا الشاورما بقى على النار. لا انزل بقى بالجمبري والكابوريا بعد ما تصفوا. سامعين الصوت ده؟ هو اللي لازم يتعمل لما ننزل الجمبري والكابوريا عشان يستووا مظبوط. هنزل بقى الخلطه الخطيره، قلبهم بقى تقليبه حلوه مع بعض من تحت لفوق كده. يعني بصوا بجد ما شاء الله روحه فنيه. اي حد بيحب الكابوريا والجمبري فاهم دلوقتي انا في ايه بجد. تحفه تحفه تحفه. هغطي بقى عليها دلوقتي واسيبها الاول تنزل شويه من ميتها، يعني تنزل لي بقى كل البهاريز اللي في الجمبري وفي قشر الجمبري وفي راس الجمبري والكابوريا. ضريبه الطبخ. شوط لساعه راسها وحشه قوي بصوابين. اللي حطيت ميبو وبنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عدى 5 دقايق. حط بقى الميه المغليه. هي اصلا بصوا طلعت الميه بتاعتها. هزود انا بقى حبه شويه ميه كده، مش كتير، يعني لحد النص كده بالظبط، تعملي شوربه اكتر. هدي تقليبه. دلوقتي بقى هطلع المقصات. بحب اطلعها وايه، ما عادتش كتير في النص. مامي بتعمل لنا اكل مش قادره. احلى اكل. هتتلسعي بقى. كي شويه المقصات دول بقى ايه جوه قلبي، جوه قلبي. جوه قلبي. مزاج. 5 دقايق كمان وخلاص هي كده خلصت. ايه الهبل ده؟ عندي لوحة فنية ما بتهزرش. طبعا انتوا متخيلين الطعم والريحة والجمال. استناكم بقى تجربوا الطريقة الخطيرة السهلة جدا دي، واستنى رأيكم اسئلتكم في الكومنتس. باي باي. التسوية المظبوطة بقى. بص بقى، بص 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 بص، هو كده يبقى فيه عضة كده خطيرة. شايفين اللحم اللي في المقصات ده بقى احلى حاجة في الكابوريا بجد.